تعال اقول لك طريقه كويسه قوي تقدر تستخدمها لو عندك مثلا فيديو حجمه كبير وحبيت ان انت تنشره على اليوتيوب، تنشره على فيسبوك، على اي مكان تاني، وعاوز ان انت تنشره في اسرع وقت. هيوفر لك النت عندك، زائد هيوفر لك طبعا حجم كبير من الفيديو. ولو عندك فيديوهات حجمها كبير تقدر تعمل الطريقه دي، هتقلل لك المساحه على موبايلك وفي نفس الوقت يبقى معاك الفيديو ما حذفتوش. فهوريك دلوقتي عامل قدامك انا قصدي ايه. دلوقتي ده فيديو مثلا عندي، هو نفس الفيديو لو بصيت هتلاقي نفس الوقت. اول حاجه مثلا ده الفيديو، هندخل هنا كده ونشوف حجم الفيديو كان كام قبل ما استخدم الطريقه دي. زي ما انت شايف 88 ميجا بايت. طيب بعد ما استخدمت الطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي بقى قد ايه؟ بص كده الفرق بقى 9.5 ميجا بايت. تمام. ولو بصيت هتلاقي نفس كل حاجه، مفيش اي حاجه قلت، الكواليتي بتاعت الصوره زي ما هي، الفيديو زي ما هو، كل حاجه زي ما هي. طيب تطبيق ايه اللي بيعمل لي ده، او ازاي اقدر استخدم الكلام ده بسهوله؟ بسرعه كده يا صاحبي هتبدا تحمل التطبيق ده، هو موجود على متجر جوجل بلاي عادي. هتبدا تحمله، تدخل عادي كده وهتبدا تختار الفيديو اللي انت عاوز تضغط الحجم بتاعه. فازاي تدخل هنا، وطبعا لو جالك اعلان تستنى يخلص، هنبدا نقفله. والميزه طبعا في التطبيق ان هو مجانا، مفيش اي رسوم خالص عليه. هتبدا تختار طبعا الفيديو بتاعك. تمام، وليكن نفس الفيديو. يعني مثلا ادي اهو الفيديو، احنا ضغطناه بقى 9.5. لو انا مثلا بختار ايه، ببدا اختار اعلى حاجه برضو، اللي هو بختار الاختيار ده، وباجي هنا ازود دي كده وارجع اختاره تاني. تمام، علشان هنا يبقى 100%، وفي نفس الوقت ابقى اخترت الاختيار ده، وابدا اعمل ستارت كونتينيو. بس هتستنى العد ده يخلص، وبكده انت هتكون ضغطت الفيديو بتاعك، وتقدر بقى تاخد الفيديو ده تنشره في اي مكان. طبعا ده كان فيديو النهارده، انا حبيت بس اشارك الطريقه دي معاكم، لان زي ما قلت لك لو انت يوتيوبر او بتنشر فيديوهات ليك على السوشيال ميديا، صدقني التطبيق ده هيعجبك قوي. ويا ريت كده ما تنساش تعمل لايك، تعمل كومنت، ولو انت مش مشترك على القناه بتاعتي تعمل اشتراك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.